السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعي قناتي في حلقة جديدة من حلقات ممثلين زمان ونجومنا الخالدين. معنا النهاردة الممثل المصري مصطفى هاشم. مصطفى هاشم هو ممثل مصري ظهر في بداية الستينات من خلال عدد من الأفلام والسهرات التلفزيونية، وقام بالعديد من الأدوار الثانوية، من أبرزها دوره في فيلم صغيرة على الحب، وشارك في مسلسلات عديدة منها الشهد والدموع ورأفت الهجان ولن أعيش في جلباب أبي والعائلة. الممثل الراحل مصطفى هاشم له أكثر من 120 عمل فني شارك فيهم، هنذكر منهم فيلم صغيرة على الحب كان بيعمل دور الدكتور النفسي، وفيلم حواء والقرد، وفيلم في الصيف لازم نحب، وفيلم جذور في الهوى، وفيلم الشيطان التي أحبتني، فيلم الراقصة والسياسي كان بيعمل شخصية عطية محامي سونيا، واشترك في فيلم مسجل خطر كان بيعمل دور السكري، وشارك أيضا في فيلم طيور الظلام. ومن المسلسلات التلفزيونية اللي شارك فيها مسلسل أبناء دهشان عام 1997 وبوابة الحلواني كان بيعمل دور خضر، وشارك أيضا في مسلسل جمهورية زفتة، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، مسلسل العائلة كان بيعمل دور سيد الدكش، وشارك في رأفت الهجان كان بيعمل دور عادل الهجان، وشارك في أعمال أخرى كثيرة متنوعة. الممثل الراحل مصطفى هاشم رحمة الله عليه تاريخ ميلاده كان 8 أكتوبر عام 1941 وتوفي في 30 مارس عام 2012. الممثل مصطفى هاشم وممثلين زمان ونجومنا الخالدين.